تمكنت عناصر المركز القضائي والتشخيص القضائي بجهوية وسرية سطات بتنسيق مع عناصر المركز الترابي بالبروج تحت إشراف الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بعاصمة الشاوية من كشف لغز جريمة قتل شاب بعد اختطافه من منزله بمدينة البروج التابعة لإقليم سطات بجهة الدار البيضاء سطات، حيث قاموا بتجريده من ملابسه وإخبار أفراد عائلته بمصيره ومكان تواجده. تشير المعلومات الواردة من مصادر القناة إلى أن الجريمة تلاحق 11 شخصاً مشتبها في ضلوعهم، حيث تم توقيف 5 أشخاص حتى الآن ووضعهم في سجن عين مومن بقبيلة المزامزة نواحي سطات احتياطياً. وتم أيضاً استجواب أحد القاصرين لتحديد علاقته بالجريمة، فيما صدرت مذكرات بحث وطنية ضد 6 أفراد آخرين يشتبه في ضلوعهم في الجريمة. وأشارت المصادر إلى أن الدرك الملكي استنفر مصالحه منذ وقوع الجريمة، حيث تم استماعهم للموقوفين وتحديد تفاصيل القضية. كما كشفت الضابطة القضائية عن 3 سيارات في إحدى الضيعات نواحي البروج، واحدة منها رباعية الدفع تحمل آثار دم الضحية بعد اختطافه على متنها، و2 يشتبه في استخدامهما في ترويج الممنوعات، إضافة إلى العثور على كمية كبيرة من المخدرات مثل الشيرة والقنب الهندي وأوراق التبغ. نشكركم على متابعتكم، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وترك تعليقاتكم حول هذا الحدث وأي مواضيع تودوننا أن نغطيها في المستقبل. دمتم سالمين ومطمئنين، وإلى اللقاء في تقاريرنا القادمة.